أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا ليلة العشر قولي قد زاد فيك نحولي. هذه الليلة هي ليلة التوجه إلى الله، ليلة الانقطاع إلى الله، ليلة الوداع، ليلة العاشر. لها أو فيها أسرار على المؤمنين أن يتوجهوا فيها إلى الله سبحانه وتعالى. مرة بالسنة تمر علينا هذه الليلة، وفرصة أن يتزود الإنسان في أن يتعايش مع أحداث تلك الليلة وما تعطيه لنفس المؤمن وما تزود المؤمن به من بركات. ليلة العاشرة عن لسان زينب سلام الله عليها. يا ليلة العشر قولي قد زاد فيك نحولي، وددت من قبل قومي يئين وقت رحيلي. بكربلاء مذ نزلنا علمت عند النزول بأننا سوف نبقى بلا حمى وكفيل. وذاك أعظم رزق من الزمان جليلي. يمسي الحسين قتيلا ويا له من قتيلي زينب لفتي حسين لكن قاطعة بالهم. هذا حالها الليلة، والليلة كنا نتعايش مع هذه الأجواء. زينب لفتي حسين لكن قاطعة بالهم، تقل يا ضو عيوني علي من هالفزع ملتم. جعل صارت ضوضاء خيل ورجال، طبت لي أهل الخيمة وتفسر الصخر ونتها. تعنت لي أهل الخيمة وتفسر الصخر ونتها، طبت قعدة قبالها وعلى الخد دمعتها. تقل عليك ظل عماك المظلومة ومصيبتها. هالوادم لفت شتريد شحنت كل فجاج البيت، إن لولا عندي زيد واشوف بكثر عج الخيل وادي كربلا غير. يا خويا حسين سولف لي عليه من تجرها الرايه. يا خويا حسين سولف لي عليه من تجرها الرايات، واشوف الزلم عن الخيل نزلت فوق المسنات. قلبي بوجل يا ابن امي عليك وعلى الهواشم بات. يا ماي العين سولف لي، قلبي خايف على اهلي. هم وحدة ابتلت مثلي عسلاها جيت للكوفة ولا هالشهر المحرم. يا ويلي من سمعها حسين، يا ويلي من سمعها حسين سالت دمعة عيونه. قلها اخويا خاف اسولف لك وقلبك وجهك ينخطف لونه. شتلي وشتله البيت يا اخويا القوم يردونه، ولابد ما تشوفيني
فوق الثرى مقطعين يا زينب لا تنوحيني بعد، وعينك على اليتامى النار لو شبت بالمخيم. تقل الكاتبك يا حسين من هالناس شاوينا، اكو ناس كاتبت قالوا اقدم. تقل الكاتبك يا حسين من هالناس شاوينا، يقل لها يا ماي العين كلها انقلبت علينا. تقل حمل ضعونك وسدر للوطن بيني، وش يبي يقطر من الدم بعد، والاكبر على الارض مطروح يا اختي عيونك تشوفه، وجاسم عالترب مرمي بدار العرس والخوف. واخويك على النهر نايم ويما طايحه جفوفه، ويما رايته وجوده وعينه بسهم ممروده، بطل حيلي على زنوده لو شفتيهن بكتره وجسمه على الثرى مخذب. بعد ابا عبد الله شي خبر زينب الليله يا اختي وسهم المثلث بدلالة تشوفينا، اين الصارخون وحسينا وسيدا. يا اختي وسهم المثلث بدلالة تشوفينا، وعبد الله الطفل يا اختي بدم نحره مطوقينه، ولو شفت الشمر يمي ابعدي ولا تحاكينا تراه يقطع بنحري، ويتربع على صدري يا زينب عيني وصبري لما يحكم الباري وهو بحالنا ارحم. يا اختي الشمر بالميدان واليتشوم ياليني، يقطع منحر بسيفه يا اختي ولا يراعيني. انا اطلب شربة مية يعي النغل يسقيني، يا اختي والذبح عطشان وعلي تفزع الجيمان، تسوي جثة ميدان ايوا حسينان. يا اختي وكل عظم مني برب الخيل يتهشم، قل لاخويا عساني بشتل واروح وياك. هذه المصائب راح اشوفها ابا عبد الله، عساني بشتل واروح وياك، ولا شوفتي مخبوب بالموت والله يا ريف اليتامى لا عدمناك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. هذه الليلة تحتاج إلى أن نقف عند أحداثها ونستقرئ شيء من تلك الأحداث ونستجلي تلك الصور، حتى ولو أنه بشكل يسير، لأنه الليلة ليلة لها خاصية، لها فضيلة بينها الحسين سلام الله عليه في أحداث كثيرة. نختصر على اللي نقدر نذكره من تلك الأحداث، لا أريد أن أذهب بعيدا عن أحداث هذه الليلة وما يتعلق بها، لأنه واقعا احنا هذه الليلة تمر بالسنة مرة، ونعيد تلك الأحداث ونسأل الله أن يعودنا وإياكم وجميع المؤمنين إن شاء الله على أمثالها بالصحة واليوم والبركة والثبات على ولاية أهل البيت.
أن يعيدنا بصلاح ذات البين، بالتأليف بين القلوب، بجمع الكلمة على الخير والهدى على الحق. هذا أمر مطلوب، أن كل واحد من عندنا من أهم الأمور التي يجب أن ندعو الله تعالى بها في هذه الليلة هو إصلاح ذات البين الذي فيه ما فيه من مصلحة ترجع إلينا. صفاء النية والإخلاص بالنية لله سبحانه وتعالى، وحدة الكلمة على الحق، وحدة الكلمة على الحق، هذه أمور جوهرية في سعادة المجتمع. إن حصل عليها المجتمع حصل على خير الدنيا والآخرة. الحمد لله خلال هذه الفترة كان أكو مشاكل، أكو عرايك تصير عندنا. مرت هذه الفترة شوية، نسأل الله تعالى والمؤمنين اندعوا في زيارة عرفة أن الله، نسأل الله تعالى بدعاء أن يصلح شأننا، لأنه أكو فد مظاهر صارت في مجتمعنا، مظاهر مرعبة واقعا، مظاهر تدل على التوحش، تدل على أنا عذرا على انتقاء المصطلحات شوية قد تكون خشنة، لكن هذا واقع حال، على الإرهاب، بحيث تعيش في مجتمع أنت أصلا لا تستطيع أن ترتاح أو أن يهدأ روعك ولو للحظة واحدة. مجتمع اللي ماكو ليلة من الليالي تمر، ماكو ليلة من الليالي تمر إلا وأنت في خطر أنت وعائلتك، ولأمور أصلا ليست لها قيمة، غير سفك الدم أجار الله وإياكم اللي صار وغيره. فدعاءكم دعاء المؤمنين، دعاء الناس اللي أخلصت لأبي عبد الله مستجاب، ودعاء المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب مستجاب. اندعوا بهالليلة وكل ليالي اللي الله سبحانه وتعالى يجمعنا بيها إن شاء الله على الخير. هذه جمعة خير، جمعة على أساس حب الحسين، على أساس ولائنا لأهل البيت. هذه إلها قيمة عند الله تعالى. أتجلسون وتتحدثون؟ قال نعم. قال إني أحب تلك المجالس، مجالس أحبها. دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب. إذا اجتمع 40 مؤمن ودعوا الله لا يرد الله لهم دعاء. أدعي دعاءكم لأن يصلح الله تعالى شأننا. هذه مسألة مهمة جدا، أن ينصلح شأننا، وأن نوفق أن يتعامل بعضنا بعض على أساس ما رسمه لنا الحسين، ما رسمه لنا القرآن، ما رسمه لنا أهل البيت، على أساس ما استشهد الحسين لأجله. هذه مسألة جدا مهمة، إذا غفلنا عنها غفلنا عن كل شيء. خلينا ندعو يا جماعة، مو سهل أن نعيش في مجتمع ويقال عنا أنه هذا المجتمع مجتمع غاب. كونوا زينا لنا، احنا حسينيين. يوم يتعدى واحد باعوا قلت له هذول انتم عليهم متجمعين، تعالوا شوفوا اموركم، شوفوا شأنكم شنو، انتم وين وصلتوا، شوفوا مشاكلكم، اطلاعيبكم، كما تشوفوا شتوا. اذا الحسين هو خرج للاصلاح، انتم وين عن الاصلاح؟ نقول له يجب ان نثبت ذلك. نقول له نعم، نحن اهل ان نتعلق بالحسين وان نخدم الحسين، ونحن اهل ان نرقى بسمعة الحسين عليه السلام، القضية الحسينية، بالمستوى الذي نكون زينا لأهل البيت عليهم السلام. هذا الموقف يجب أن يكون منا، وأن لا نتراجع إلى حد كل واحد يلقي باللائم على صاحبه، كل واحد يذب اللوم على صاحبه، كل الوادم مو خوش ناس، لا، الوادم إحنا. هذه الجمعة، وهذه الجمعة مجموعة على حب الحسين. مبدأ الحسين الليلة 10، الليلة 10، وانتم تعرفون شنو معنى ليلة العاشرة؟ ليلة قراءة القرآن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الليلة ليلة القرآن، اللي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الليلة ليلة القرآن، ليلة القرآن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. ايش قد يصير عندكم ذنوب؟
وهذا موطن من مواطن غفران الذنوب. الليلة ليلة القرآن، إن الله موقف اللي لما زحف الجيش وإجا صوب الخيام وصارت حركة عسكر ورادوا ينهون القضية بالليل. هسه نجي ليش بالليل؟ ليش بالليل؟ ليش ما انتظروا للصبح؟ دولة ليش جو بالليل؟ عندهم غاية، نعم، والغاية ذيك لليوم ممتدة والأعداء تشتغل عليها، تعتيم إعلامي حتى يصير، حتى يضيعون الحقيقة ويستبدلونها بزيف. هذا الزيف قد يمر على البعض ويصدق به البعض ويمشي على البعض مع الأسف، ويجي وتدي ضجة صارت بالخيام الإمام الحسين عليه السلام. التفت الإمام الحسين إلى أبي الفضل: أخي أبا الفضل، وهذا اركب بنفسي أنت، هذه الكلمة اللي بين بها قيمة العباس، عظمة العباس. بنفسي أنت الحسين، نفس الحسين، النفس التي هي نعم مدار الوجود، الوجود متوقف عليها. لو خلت الأرض من إمام لحظة لساخت بنفسي أنت. ايش إلك من قيمة يا أبو فاضل؟ وين وصلت؟ بيش وصلت؟ قال وصلت بالحسين. تقدرون أنتم من خلال الحسين تصلون؟ قال نعم، أنا وصلت إلى هذا المقام بالحسين. أنتم إذا توصلون ترى تقدرون، فلا تتراجعون، ترى خير وبركة ونعمة، والله سبحانه وتعالى يعطيكم أصلا شيء لا تعادل أموال الدنيا ولا هذه اعتبارات الدنيا، ماكو شيء عادل أصلا. هذا أنا، هذا أبو الفضل يخاطبنا من تنزل بكربلاء وتشوف المناير وتشوف القبة، يقول لك ها هذا أنا ترى وصلت هالمقام، نعم، ببركة هذا أخي هذا الحسين. ستبيك روحين أن تصلون، نعم، بس لكن مع الأسف ما أدري بعضنا بعض القليل شوية عنده تقاعس، عنده انطواء على نفسه، شغلاته هو يحط لنفسه منهاج ويسوي هذا زين وهذا مو زين، مع كل الأسف بعض. وهاي دائما أقول بعضنا هو يرسم لنفسه منهج، الواحد كلها غلطانة، كلها مو خوش ناس، كلها كذا ما كذلك، وهو على الحق، بس الناس مو خوش ناس. عجيب، ليش ترضى لنفسك هيك؟ ايش عجب انت، شلون ترضى يصير هيك يعني؟ هذا صحيح. فقال له اركب بنفسي انت واوقف زحف القوم، لا تخليهم يجون يدنون، واسالهم شو يريدون بهالليل. ركب ابو فاضل، وش هالعظمه، جيش قوامه 70,000. لحظه وقفهم العباس، وقفوا، شو تريدون؟ قالوا له الان اما ننزل على حكم الامير، احنا بعدنا من القران، الليله ليله القران، حتى نرجع على الموقف هذا، ما ادري هسه نقدر نتخطاه الى غيره لو ما نقدر. وهي ذكرى، والذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين. قال اما النزول على حكم الامير او القتال وننهيها وياكم الليله. قال اعطوني مجال، اتخذ قرار من يمك. قال لا، انت تدري انتم جايين للقتال، وتدري انتم شهداء، والحسين قالها وكررها كثيرا، وايقنتم انتم بانكم ميتين غدا. اتخذ قرار، انت قائد عام للقوات المسلحه مال الحسين عليه السلام. قال لا، التسليم ايش يقتضي؟ قرار هبيت ما اخذ من كيفي، ارجع لمن؟ ارجع للحسين، للقياده العامه، ارجع لمرجعيتي، اشوف الحكم الشرعي شنو، تكليفي شنو، يا الله اتفلسف. رجع قال اخي اطلب منهم ان يمهلونا عشيه هذه الليله الى غداتي، ان شاء الله كل احنا حافظينها، الى غداتي غد. ليش خوي؟ شنو اكو مبرر؟ ان الله يعلم اني احب الصلاه، احب الصلاه. هذا يا ما ادري، مشتبه، زائف،
متعمد يقول الصلاة مو مهمة، ويقول لك يا شباب ترى الصلاة منو هذا؟ إني أحب الصلاة وقراءة القرآن. الله، كم مرة شقد نقرأ قرآن باليوم يا مؤمنين يا شباب، اللي نعتبر أنفسنا احنا كل واحد بعض أكو البعض حاط له ريشة على راسه، هو خلاص هو يوجه وقل لي الشيخ خل بالله هيك يقرأ، وقل لي ما أدري ياهو المرجعية عليها أن تسوي هيك، والما أدري شنو. كم مرة أنت يوميا تقرأ قرآن؟ وإذا قرأت ترجع علما بفهم القرآن من يمك. هذا اللي يحب الحسين. أنا إذا حسيني قبل لا أروح للموكب قرأت لي آيتين من القرآن. إذا أنا حسيني وكاتب روحي وأطلع من 7 المغرب أرجع بالثنتين بالليل ب3. أنا من رجعت صليت لي ركعتين حبا بأبي عبد الله يلا نمت، فضلا عن صلاة الصبح. اشتكوا عندي آباء قالوا شيخنا يشهد الله يجون الجماعة. ما أدري أنا هذه الأمور هم ما نقدر، مفروض ما نحكيها على، لأنه كلام ينقل وينسمع ما محصور بينا. لكن شيخ يقول لك يجي بعضهم مو كلهم، لا اكو شباب مؤمنين شباب وقوموا شعيرة الحسين وقوموا الجهاد وقوموا الدين وجاهدوا وأعطوا وبأحنك الظروف وقفوا. لكن البعض يجي قال والله فوق يجي يلف راسه وينام بالثنتين وما يقعد الصلاة الصبح. أنده حتى أثول يا معود ولك الصلاة. كان أنت تروح تلطم على الحسين قال نعم. قال الحسين قال لطمون اللطم مطلوب والبكاء مطلوب، ما نقول مو مطلوب، ولا نقول مثل ذاك اللي يقول لا تروح. لا، لطم مطلوب، البكاء مطلوب، الصرخة على الحسين مطلوبة. الصرخة مجلس مثل هذا كون إذا يصيح وحسيناه صرخته تنسمع. أهل البيت قالوا والمعصوم قال وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. الإمام الصادق عليه السلام لما دعا الزوار الحسين اللهم اغفر لزوار أبي الحسين وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله، وارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشموس. هذا كله مطلوب. وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. بس الصرخة ليمتى يكون لها أثر يا شباب؟ نريد أن نكون احنا متكاملين، كل احنا واعيين، كل احنا فاهمين قضية الحسين، ندري ايش جاي نسوي، نعرف ايش جاي نخطو من خطوات، ما نخلي الآخر يشمت فينا، ولا نخلي واحد ما يفتهم يطلع ينشر على منصات التواصل ويحكي كلام جارح أصلا وغير مقبول. والله حاطنا 5 زعاطيط تخسأ أنت وأمثاله. ذولا مو زعاطيط، ذولا أصلا الناس لها اللي يقوم شعيرة الحسين عليه السلام هذا إلى كرامة، هذا إلى قيمة، هذا إلى منزلة، هذا إلى قال مو عكو بعضهم تعالوا المؤمنون والمؤمنات ليلة القرآن بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. خل واحد ينصح الثاني. احنا يا شباب يا مؤمنين واحد ينصح الثاني، واحد يقوم الثاني. واحنا بالمواكب عندنا كم واحد ما يصلي. تعال عمي وكذا ابو عبد الله هذا يشوفك ترى ويعرفك، فعيب انت شو تقول له يوم القيامه اذا قال لك فلان ليش ما صليت؟ والصلاه ترى هو تشهد لاجلها، ايش ماخذين من عندها احنا؟ هذا اللي يسال يقول له الحسين وين؟ الحسين وين؟ يقول للامام عليه السلام، يقول له الحسين تحت ظل عرش الله يسبح الله ويدعو الله. قال له زين ويدعو لزواره والباكين عليه، يدعو الزواره والباكين عليه. قال زين يعرفهم؟ قال يعرفهم اكثر باسمائهم واسماء ابائهم والقى عشائرهم، يعرفهم اكثر مما يعرف احدهم ابيه. شقد الولد يعرف ابوه؟ او اكثر مما يعرف احدهم اباه. ابوه شقد الاب يعرف ابنه؟ قال هيك الحسين يعرفكم ترى، تستحي منه. وواحد يقوم الثاني وواحد يسدد الثاني. ترى ثقوا بالله الحملات على قدم وساق ما راح تتوقف، لن نخلي مجال وثغرات للاعداء يدخلون من خلالها. احنا نؤمن ان القضيه الحسين بركات،
ومن أهم بركاتها الهداية. الهداية كم واحد بواحد رجعوا للمستبصرين وشوفوا ايش كثر من عندهم اهتدوا بواسطة الحسين. هذا التيجاني قال جيت ومريت بعبد القادر، هذا المعظم هو عبد القادر الجيلاني يمكن وش اسمه، وجيت قلت قال لي صاحبي اخذك الكربلاء، قصته موجوده. وجينا لقيت واحد على راس عمامه وقاعد على منبر وجاي يحدث الناس بحديث انا اصلا ذاك الحديث ما قال، فجاه اشو اجى بالحديث بالاخير، واذا يحكي عن واقعه من وقائع كربلاء، واذا وصل يحكي عن الرضيع. شو لما انتظر جيت روحي انا منهمك بالبكاء اصلا، ما ادري بروحي الا قعدت ياسر. قالوا الشيعه سحره وعلى اثرها، والله بارك ووفق وصار شيعي وصار الرجل مدافع عن التشيع. الحسين بركاته انه يكون تهدي النتيجه. فقال إن الله يعلم أني أحب القرآن وتلاوة القرآن، أحب الصلاة وتلاوة القرآن. القرآن مهم أن نقرأ قرآن، مهم أن نتدبر في قراءتنا للقرآن، أنه مو فقط نقرأ، تدبر. المهم أن نصلي، المهم أن أحترم الآخر، المهم أن أصبر أتحمل على أذية الجار، مهم أن أتحمل أذية أخي اللي هو رحمي، اللي هو نعم رحمي بالعقيدة، رحمي بالنسب. هذا كله مهم، هذا كله الحسين عليه الصلاة والسلام يخاطبنا يقول أنتم هذه المبادئ اللي أنا استشهدت لأجلها. يوم اللي يقول إن الله يعلم أني أحب الصلاة وقراءة القرآن، يعني يقول ترى هذا مبدأ أساس إحياء القرآن، ومن إحياء القرآن إقامة يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. هذا نداء الحسين الذي هو نداء القرآن. بعد أحداث أخرى. ليش ذولا زحفوا بالليل حتى لا يروح بنا الحديث؟ الليلة 10 طولنا شوية، هم بعد نسأل الله تعالى أن شاء الله المجلس مجلس ذكر، وأن الليلة تدرون أنه مثل ليلة 11 فرق في كيفية ليلة 11 عن ليلة 10. وإلا ليلة 10 ما نايمة لا عين لأبي عبد الله ولا لعائلته. فإذا طولنا شوية تأسيا بأبي عبد الله ما يضر. وإحنا نسأل الله الجمع المبارك إن شاء الله تعالى أن الله تعالى يعودنا بصحة وخير وعافية وسلام، وأن يدفع هالبلاء والوباء. عندنا يمكن أكو بعض الأخوة ما شاركونا بالماتم لأنه إصاباتهم شديدة، نسأل الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية وعلى جميع المصابين إن شاء الله، وأن يشافي كل مريض إن شاء الله، وأن يعجل الفرج لصاحب الأمر والزمان بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش بالليل زحفوا؟ تدرون ليش؟ هذا اللي أرادوا من تضييع أغلب أحداث كربلاء. شو اختاروا؟ إذا بدنا، وليش الحسين اختار النهار؟ هذه هم جانب آخر. ليش اختار النهار وهم اختاروا الليل؟ اختاروا الليل لتضييع كثير من أحداث كربلاء. الليل ظلام، الليل عجاج إلى خيل ورجال، شو يسوون؟ ما حد يشوفهم، حتى من العسكر، حتى من المعسكر اللي رووا حادثة كربلاء من عسكر ابن سعد أيضا بالليل راح يضيع على الكل. فراح تنحصر روايات كربلاء، قد تنحصر بأهل البيت عليهم السلام، أنه مو مثل الآن الروايات رويت عن الأعداء والأصدقاء، عن أهل البيت وعن أعدائهم. راحوا هم أطبقوا على كربلاء إطباق بحيث أرادوا أن يوئدوا قضية الحسين في مكانها وما تطلع. ويقينا إذا نرجع ترى للحسابات الطبيعية أنه ما ممكن أن يبقى أثر لكربلاء. ليش؟ الجيش اللي لازم كربلاء 70,000، بعضهم أشكال. الحسين وياه كم واحد بس؟ منو هو؟ منو؟ الحسين، مو لا الحسين وكفى.
بعدها ما يحتاج لها واحد يجي يعرفك ويقول الحسين وجاي بثورة. زين هذا أولا أثر الحسين في النفوس، اثنين مكانة الحسين، شخصية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أثر كلمة الحسين إذا كان له أثر في نفس النفوس، مكان في نفوس الحسين. عاش في الكوفة طيلة حكم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولا خلافة الإمام عليه السلام، فلذلك شخصية الحسين هي أعظم شخصية في الإسلام في وقتها. يعني إذا أكو خطر يشكل على دولة بني أمية فهو منين؟ لذلك أطبقوا بحيث متوقعين أنه أكو ثورات راح تصير، متوقعين أكو مدد يجي للحسين، متوقعين أكو أنصار، وهذا بالفعل. فأطبقوا على كربلاء إطباق بحيث أصلا حتى الحيوان لا يدخل ولا يخرج إلا أن يتزين الإنسان بزيهم ويدخل فيما بينهم. لذلك وصلوا بعض أنصار الإمام حسين عن هالطريقة، وقدروا الشيعة في السجون بين اللي أعدم بين اللي انقتل، بس يريدون. فجانب من جوانب التحكيم الإعلامي هو أن يكون المعركة بالليل، يضيعون كثير من الأحداث، كثير من الأحداث راح تضيع تنتهي. حسين لا، اختارها نهارا جهاد، بالنهار اختار وأمام العالم والكل تشوف. لذلك ايش قد تأثروا من أصحاب عمر بن سعد، اللي تأثروا بين اللي تأثر وانسحب وبين اللي التحق بالإمام وإن قلوا، لكن كان لهم الأثر. واللي التحقوا من عندهم منهم؟ من عندهم الحر بن يزيد الرياحي. الحر اللي مكانته قال لهم عمر بن سعد مكانة الحر، قال لهم عجلوا عليه، قال له ما دام فارسا لا نستطيع أن نهنيه، ما دام فارس ما نقدر عليه، ما حد يقدر يقتله، يعني الحر هذا. قال زين اعقلوا فرسه وعجلوا عليه، عجلوا عليه. عليكم السلام، تفضل هذا كرسي ان شاء الله. وعجلوا عليه. ليش؟ قال لهم لئلا يسمع قومه لئلا يسمع قومه ويسوون فتنه بالمعسكر، لانه العسكر كبير، عرف 70,000 منتشره، فالعسكر كل واحد يحمل كل هالعرفه وتدريبيه، يعني مو مجموعه مال 1000 و2000 و3 و4، اقل الروايات 30,000 منتشره، فتصير حملات الواحد يحمل على جانب وما يحمل على هم المعسكر كله، هو واحد. زين هاي الشخصيه تاثرت وقدر لذلك. وغيرها اكو الغفاريات، اخو الحور جاب اخوه وياه ابنه، ناس تاثرت. الاحداث اللي صارت اختار الامام حسين عليه السلام نهار حتى تكون على الكل ينظر ويرى، اما تبقى معذوريه الاحد من الاعداء انه ابلغ في الحجه، الكل تشوف. هم اختاروا اللي يريد يضيعون وما استطاعوا. كربلاء انه ليش الله سبحانه وتعالى وفق واتسعت كربلاء، وبالفعل كان يوم كربلاء يوم فتح كما نص الحسين على ذلك. ومن لم يلتحق بنا لم يدرك الفتح. صح، واقعا يوم فتح، بدأ الفتح وبدأت كربلاء تتسع من الكوفة إلى الشام إلى المدينة إلى وراحت أصلا كربلاء وإلى يومنا هذا. وهذه كربلاء، هذه كربلاء قائمة. والآن في العالم أرادوا شيء وأراد الله، الطغاة الشيعة بالخصوص، أنه في زمن محتار بروحك مثل هالمجلس، منو عم يقدر يقعد هيك وبرا؟ هذا الرجل قبل انا احسب قبل 23 سنه انا قارئ هالمجلس، قبل الجامع وقبل 23 سنه او اكثر، من سنه ال 96 والى يومنا هذا، ما ادري حسبوها من ال 96. وهذا الرجال موجود. في يوم من الايام قبل محرم بيوم يومين يمكن كنا عنده قاعدين واجا الرفيق، قال ممنوع تحط سماعه. وشنو السماعه؟ هاي الحمراء لقيتها ماكو، هاي اللي حط لها 3 باتريات. يا شباب يلي تتحسرون على بعضهم يتحسر على صدام،
والله ما ادري يعني احنا وين هالنعمه هذه، وهذه نعمه المساجد والحوش، حتى اللي يبني حسينيه او مسجد اصلا حتى جثته ما حد يلقاها واقعا. وها فوقها انت فلوس 25 دينار بجيبه، واحنا بخدمتك رفيقي. وقال ممنوع. ومن اولادكم؟ قال عمي اولادنا ابننا. هذه الكلمات هذه حد الان ذكر الرجل وذكر هذا ابوه مهدي، الله يحفظكم جميعا ان شاء الله، ويرحم اللي كانوا يشاركونا بهالمآتم وراحوا الى رحمه الله، واحنا هم نروح وراهم. بس احنا نريد مثل ما اهلنا سببوا لنا نكون نسبب لكم، كون نخليكم على هالطريق، ونسال الله ان يوفقنا. لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، وكان لي والد يهوى ابا حسن فصرت من ذي وذا يهوى ابي حسن فصرت من ذي وذا اهوى ابي حسن. هذا اللي الخاط اللي ترى القضيه انه ارادوا شيء واراد الله شيء. هجت الناس، انت لو تشرد ومو تشرده ما حصلت الكل واحد. بعضهم ترى اغلب الناس الشيعه شردوا وكبوهم وانعدموا ورا يوم، رادوا يودون قضيه الحسين كل شيء ولا حسين. هذا اللي عايشناه احنا، ما نسولف على ذاك الوقت. لكن سبحان الله شرطه الوادم، الاوروبا، الامريكا، واذا الان افتح التلفزيون وشوف برا، شوف الحسين بهاي اللي هم سووها ايش سووا. هذه بالضبط عندك نار وتريد تطفيها وتضربها ضربه قويه، وقام هذه صار طلع منها شرار، وعندك هواي جوانب قابله للاشتعال، اللي موجود يمك قماش، موجود يمك قصب، وموجود يمك، وهذه هنا وحده وهناك وحده. واذا اشتعل روح شوف العالم، ترى الشيعه اللي في امريكا، اللي في اوروبا، اللي في روسيا، الاغلب اللي في روسيا قد يكون بها، اللي اغلب العالم هؤلاء الشيعه الذين شردوا، وكان كل واحد من عندهم شلون محتار بروحه شلون يشرد، وبعضهم شرد بنفسه وعائلته واطفاله. روح شوف الان، ارادوا شيء واراد الله ربك. هذه قضيه كيف اتسعت قضيه كربلاء الى هذا الحد. وامس يمكن شفت موكب بلندن، هم طالع الناس ولافتاتها وراياتها، والشرطه قاطعت لهم الشارع زين، وطالعين يصيحون يهتفون باسم الحسين ويهتفون ويلطمون. وهذا اللي النتيجه هاي منين اجت؟ قال هاي اجت لان الذي تولى قضيه كربلاء اخلص لله تعالى. اخلاص. يا ربي اريد وجهك، ما اريد وجهك، لا ادور سمعه ولا ادور حتى يقولون فلان، ولا ابدا، اريد وجهك. من راد وجه الله؟ اطفال وعيال الحسين عليه السلام، ما نحكي على اتباع الحسين، والحسين نفسه الحسين اجل من ان انا اوصفه. اتباع رادوا وجه الله واخذوا هذا المراد من الطريق الصحيح، مو من يمهم. هذه مهمه ايضا، نقطه راس سطر واحد لابد ان يقف عندها، انه رادوا هذا المراد اخذوه من منشأه الصحيح، من المصدر الصحيح، وصلوا. وان انه الظاهر لما تباوع تشوف تاذوا مصائب، لكن اكو هدف يريد يوصلوا، وهدفهم وصلوا له، وهذا هدفهم الى اليوم. فارادوا تحت الظلام. الليله احداث كثيره بعد، خلي حتى نختم من تلك الاحداث. التهيؤ والوداع، ذني اثنين هم يتهيئون وهم يستعدون الاستعدادات. وهذه قضيه اول درس لي الاستعداد الليله الحسين واصحابه. ايش قد قبالهم؟ 70,000. 70,000 قبالهم. هم كم واحد؟ هم 82 او شوي اكثر. قال سوى ميمنه وميسره وقلب وقاعده، ووزع الرايات. ابو الفضل العباس في القلب ومعه الرايه اللواء، حبيب بن مظاهر على الميسره، زهير بن القين على الميمنه، وانطى تعليمات وتهيئه جيش. ابا عبد الله انتم بالنسبه لعددكم ما يسمح
قال هذا ديروا بالكم تنطون بايديكم اعطاء الدليل وتستضعف نفسك انت ما عليك الا ان تكون دائما ثبت، لا تروح امام الاعداء سواء كان على مستوى اعلامي، على مستوى حرب، على وخلاص تستسلم بيديهم كل شيء عمي، الماده بيديهم وتستسلم، لا، خليك ثبت دائما وخلي ثقتك بالله تعالى ولو قابلتك الدنيا برمتها. سوي العلي. الحسين الليله هي الاصحاب اللي يدرون بانفسهم باكر ميتين، خوش الداعي احنا نقسم وكذا ومهام، كل واحد ياخذ سيفه ويحمل ولما يموت، مو لا هو هذا بالنسبه. قال لا، تلقى ابو الفضل العباس حاط الهاشميين بالخيمه ويسولف ويشرح لهم ويوزع مهام، حبيب مجمع ربعه بالخيمه ويسولف ويوزع مهام، وماكو استسلام ولا اكو بعد كل واحد، لا كل واحد مهمته. ومن ضمن تلك المهام العباس وزينب عليه السلام ظاهر الخيام قريبه جدا. الامام سوى الخيام كتله، خلى خيمه رئيسيه مالته بالنص وخلى كل خيامه داير ما دايرها وقرب الخيام فصارت كتله صغيره الاصوات تنسمع. حبيب اذا عنده فد 40 واحد مثلا 30 ويريد يحاكيهم صوته يصير عالي، الخيمه ما تحجب الصوت، مو لا خاف واحد يشكل ويتفلسفون الربع. وزينب تروح يم الانصار تباوع لهم، عمي يا عمي اللي ما عنده معلومه وخبره عن اللي يحصل خليه يسكت، خليه يقحم نفسه بهيك امور ويجي يتفلسف على منبر ويدخل هاتف اذهان الناس. اولا هي خيام مو حايط حتى يمنع صوت، اثنين هو ليل، ثلاثه العيال اللي موجودين عيال الحسين يعني هدوء، يعني ماكو واحد يحكي ويترتر وكذا جل الله السامعين، هدوء. اربعه انه الخيام الامام الحسين واحنا ندري قرب الخيام حتى جعلها كتله واحده، خلى خيمته بالنص وقرب الخيام وهم عددهم قليل. اربعه حبيبي حاكي اكثر من 40 واحد، والعباس حاكي اكثر من 18 19 20 واحد، يعني يحكي لازم بصوت حتى يسمعونه، وهذه اللي بيناتهم قطعه قماش. فزينب سمعت العباس، اصحابي اهل بيتي انتم باكر شنو نيتكم بعد التوزيع المهام؟ قال ليش انتم تتقدمون لولا انصاركم يتقدمون. قال احنا باكر النية شنو؟ قام علي الاكبر عم ابا الفضل وخصوص الحكي حماسي، يعني مو حكي مال راحه وحكي حماس. باكر احنا الحمل الثقيل لا ينهض به الا صاحبه، صاحبه ينهض به الحمل الثقيل، واحنا عيب تتقدم انصارنا يقولون احتموا بانصارهم، احنا اللي نتقدم. علي الاكبر معروف بالمواقف الصلبه، قال بارك الله بك. زينب تسمع حبيب يقول للاصحابه، يقول لهم انتم على ما طلقتم نساءكم، على ما تركتم دياركم، على ما هجرتم اوطانكم، ليش؟ قالوا لنفدي الحسين، لنفدي الحسين واهل بيته بارواحنا. قال زين باكر منو اللي يتقدم؟ انتم لو اهل مباشر بعد لازم اللي يتقدم، يعني اول واحد يموت. قال احنا اجينا نفتيهم بانفسنا، شلون هم يتقدمون؟ بهالحكي صار اكو كلام، طلع ابو الفضل العباس هذا رايه، حبيب هذا رايه، وين يحلونها؟ العباس عليه السلام اجى لحبيب حتى انه قضيه الجيش يكون باكر الراي ثابت ماكو خلاف، واحد يقول انا لا من الان نفضها. قال لا يا ابا الفضل احنا نتقدم نفديكم بارواحنا. قال حبيب احنا القضيه قضيتنا والحمل حملنا وانتم جزاكم الله خير، نتقدم وانتم لكم رايكم، شو تريد تسوون ورانا سووا، قاتلون تهجمون ظلت يمكم. قال لا، وين نقسم من يرفضها؟ قال نروح لابي عبد الله. اجوا يم الحسين ساعة الله قلبك ابا عبد الله، العده مثل البيت وعده مثل الصحابه ويباوع بوجوههم وذولا كلهم باكر راح يفقدهم. حبيب راح اشوفه مقطع بالسيوف، زهير، مرير، عابس، ذولا كلهم عباس
جايين حتى منو يتقدم؟ قال لهم الإمام سالت دموعي. قال شو تريدون؟ قالوا له أبا عبد الله منو اللي يتقدم باكر؟ احنا لو الأنصار اي هتف عباس وحده وصار الجدال والهاشم قالت علينا النزال والأنصار تناختوا قالت محال بالسيوف احنا الذين نوفيلهم نفدي حق المرتضى وحق البتول. تجمع الشبان هشيم وكهول قالوا الأنصار يا حسين ايش تقول؟ صحبتك لو هاشم تبديلها. ايش قال ابو علي؟ قال تبدي اصحابنا وسالت العين وهالحبيب العلم عد وجه الحسين. اليوم نحمي الدار ونشيد الدين اليوم الهموم العليك نزيلها. نزيل كل همك ونسكن دورها ونورد الكوثر ونحظ بحورها والميش ما كثر مكثورها بالسيوف الماضية تنزيلها. وكفوا هذا الحكي قول وفعل. قال لا بل يتقدمون أنصارنا. قال فرح رجعوا إلى الخيام. اللي يقرأ قرآن باتوا ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد. هذا حالهم يا مؤمنين. ننطم عليهم نبكي عليهم يستحقون والله يستحقون وهم قالوا يستحقون. والإمام المعصوم يقول بكيت لما تقرح عن جفوني. وبكيت الإمام المعصوم يقول له لئن أخرتني عنك الدهور إمام زمانك وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا يا صاحب الزمان. هل نتوجه بعزائنا لك ولمن نصب لك العداوة مناصبا لأبكي لأندبنك صباحا ومساء. صبح ومساء صيح وحسينا ولأبكين عليك بدل الدموع دما تأسفا عليك وحسرة حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. لكن يا مؤمنين ويلطم لازم صلاة لأن هي الأساس. لازم يا صوم لأن هو الأساس. لازم يا أمر بمعروف ونهي عن المنكر لأن هو الأساس. لازم يا ترك الذنوب والمعاصي لأن هي الأساس. لازم يا رجوع إلى الله تعالى والدعاء والتوسل والحث النفس على الاهتداء بهدي الحسين عليه السلام. هاي كلها لازم وياه. مو بس لطم مباشر ما يصير. قال هذول هذا حالهم. ويجي يطلع نافع ويلقى الحسين ايش طلعك؟ قال له سيدي اخاف عليه. وجاب الامام الحسين في حديث طويل وقال له نافع روح انت شباب توك جاي للدنيا انت في حل مني. قال لا سيدي انا افديك بنفسي. وجاب الى خيمه زينب وطب الحسين يم زينب اثنت له الوساده. اخي اخشى ان اصحابك يغدروك باكر خاف تصير صدق وذولا يعوفونك ويمشون. قال لا هذول مو يعوفون ويمشون. دول انا كتبهم الله من عالم الذر. دول انصار الي. هذا سمع نافع راح ركاب الى حبيب. انت بس تفتح عين قلبك وتصور الحاله. لا خلي هذه الاحداث الليله. قال اجى الحبيب لقى قاعد يقرا قران. حبيب انت جالس فشو اسوي؟ ايش صاير؟ قال له هذه زينب في قلبها روح لحد الان ترى ما مأمنه بينا. قال شو نسوي؟ قام حبيب وصعد على التله وصاح باعلى صوته يا ابطال الصفاء يا فرسان الهيجاء. طلعوا ابو فاضل السيف بيده حافي القدمين مكشوف الراس يصيح لبيك حبيبي ايش صاير؟ وياه الهاشميين كلهم بني هاشم. الانصار كلهم اطالعوا اجوا كلهم يم حبيب. قال سيدي انتم اذهبوا لا سهرت عيونكم روحوا لخيمكم اخذوا راحتكم شغلي ويا اصحابي. وقف حبيب قال انتم تعالوا على ما طلقتم نساءكم على ما تركتم اوطانكم على ما عقدتم العهد. قالوا على ان ندافع عن آل رسول الله حتى نموت. قال ترى هاي القضيه شو تريد حبيب؟ نسوي عراضه هوسه قدام ونبين لهم نحن ترى احنا مو ذول اللي يقدرون او يخونون. هذا العهد مني ومنك كون يحصل مني ومنك. لانه احنا في زمن الفتن في زمن الخطوره في زمن ممكن انه الانسان يزل ويدير
هذا الموضوع موضوع مهم جدا، أن نعطي عهدا لأبي عبد الله. وقفوا أمام الخيمة وتقدم حبيب، جثى على ركبته وصاح: السلام عليكم يا آل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، هذه سيوف فتيانكم أبوا أن يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم. سمعت زينب وطلعت قالها الإمام الحسين: أخي اخرجي وكلميهم. سمعوا حكي ترى هلال سمع الحكي وراح قال لهم: وذول ما لهم نية يطلعون. طلعت وقفت ورا الخيمة صاحت: وعليك السلام عم يا حبيب. عليكم السلام. بعد ليش عقبته؟ الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة. قل له: الله تنهض بينا، الله تنهض بينا، الله تنهض بهالمظلوم، لا تتركونا. قال: لا سيدتي. وتمر الأحداث، تمر الأحداث. بعد وداع الليلة بين النساء العيال، أم الأكبر أم القاسم، نعم زينب بنات الحسين. صار يقين الحسين من قعد يم زينب أخبرها خلاص هذا الوداع والملتقى يوم القيامة. قامت بأبي وأمي تدخل على النساء بالخيمة: والله صاحت دوما يا سكنة ويا عم كلثوم، ودع اخوتي ولا ينفع اللوم. والله ترى امهم خطار هاليوم وباكر يصير فراقهم دوم. نعم اخذوا يودعوا بعضهم بعضا، لكن يا مؤمنين ما مرت إلا سوات هذه الليلة مر سريعا على آل رسول الله، مر بسرعة على بنات الرسالة. ما هي إلا كأنها لحظات وليست ساعات، وإذا بالحسين في باب الخيمة يصيح: يا زينب يا أم كلثوم، يا رقية يا عاتكة يا صفية، عليكن مني السلام. هذا آخر وداع وقد دنا منكن الافتجاع. ويل رد وعياله من العطش يوما، وصاحب صوت للتوديع قوما، مثل سرب القطا قامن يحوما، تطيح عليه وحدة وتعثر. اجت زينب وباقي الحرم يمه، وصار الليل عليه لمه. والله يشم سكنه وهي قامت تشمه. نظر الامام النساء هاي اخذت ايد الحسين، هذه القت بنفسها على قدمه، لكن يدير طرفه فيما بينهن. يشوف زينب سكينة، يشوف سكينة ما موجودة. نظر وإذا بها منحازة عن النساء، واضع رأسها بين ركبتيها تبكي. اجى الإمام قعد يمها، أخذ رأسه خلاه على صدره. بني سكينة لا تبكي، ما دام أنا حي فيني حياة فلا تبكين، لأنك تحرقين هذا القلب بتلك الدموع. يقول: سيقول بعضي يا سكينة فاعلمي منك البكاء، إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة. ما دام مني الروح في جسماني فإذا مضيت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة نسواني. ثم جيء بعبد الله الرضيع ليودعه الحسين، رأى آثار العطش عليه،
أخذه الحسين توجه به نحو القوم ليطلب له شرب من الماء. صاح يا قوم أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ إن كنت أقاتلكم وتقاتلوني فما ذنب هذا الرضيع؟ انقسم الجيش نصفين، نصف يقول اسقوه الماء ونصف يقول لا تبقوا لأهل هذا البيت بقية. جاء عمر بن سعد إلى حرملة، يا حرملة ارمي الطفل واقطع نزاع القوم. بينما أصاب الطفل في نحره أين المنادي وسيدا وحسينا، أخذ يرفرف كالطير المذبوح. تقول الرواية أخرج يديه من القماط واعتنق رقبة والده الحسين. أين المنادي وحسينا ويلش حال حسين يوم الطفل عنده عبد الله انذبح من فوق زنده. ظل محتار بيه حسين مده يدفن لا يجيب للصواويم. رجع بالطفل الى الخيام يا ابويا العطش هالمرة دفاني صدت للنخوة الطفل غادي ملول رقبته ودمه يفور. صعد يا اخويا عون من حبك وشمات، يا اخويا عون من ودعاك لمات. لغت لنك يا اخويا بثياب دمك وقبرك بالقلب يا اخوي لحفير. الوالدة تنتظر بالخيمة جابوا ابنها تقوم تستقبله واذا بالسهم في نحره وضعته في حجرها. والله ام الرضيع شلون جتني، والله شلون جتني تشبك وتديها ليتدمني ويلي وتشمه وتحب نحرها تقول له يا الولد مهدك وين اوديه؟ رضيع كمثل الطيف